كيف يصاب الإنسان بمرض فقر الدم المنجلي السيكل سيل؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال وفي مقدمة سريعة، يعتبر مرض فقر الدم المنجلي من الأمراض الوراثية الخطرة، وينتشر هذا المرض في أرجاء مختلفة من المملكة العربية السعودية، خاصة في المنطقتين الشرقية والجنوبية. ولهذا المرض عدة تسميات، فبالإضافة إلى تسميته بفقر الدم المنجلي يسمى أيضا بالمنجلية أو الأنيميا المنجلية، ويطلق عليه أيضا بأنيميا السيكل سيل. وتعني الأنيميا فقر الدم، بينما السيكل سيل هي إشارة لشكل الخلية التي تتخذ الشكل المنجلي، وهي التسمية المأخوذة من اللغة الإنجليزية، ويختصر أيضا في بعض المناطق بالسيكل سيل. بعد هذه المقدمة دعونا نتعرف على الكيفية التي من خلالها ينتقل الجين المورث من الوالدين أو أحدهما إلى الأبناء. أنت أو أنت إما أن تكون سليم، بمعنى أنك لا تحمل من بين جيناتك الجين المورث لهذا المرض، أو أن تكون حامل، بمعنى أنك تحمل الجين المورث لهذا المرض لكنك لا تشتكي من الأعراض، أو أن تكون مصاب، بمعنى أنك تحمل الجين المورث لهذا المرض وتشتكي منه في آن واحد. إذن لابد أن تعرف من أي مجموعة أنت. وباختصار شديد ودون الدخول في التفاصيل، يصاب المولود بفقر الدم المنجلي فقط إذا كان أحد الأطراف حامل والآخر حامل. تصل النسبة حينها إلى 25% في كل ولادة، وأنا أتحدث عن كل ولادة وليس في مجموع الأولاد، بينما ترتفع هذه النسبة إذا كان أحد الأطراف حامل والآخر مصاب إلى 50%، بينما إذا كان كل من الطرفين مصاب فإن النسبة تصل إلى 100%، وهذا بالاعتماد على قانون الوراثة المسمى بقانون ماندل. وكما تلاحظون فإنني أتحدث فقط عن احتمال حالات الإصابة في المولود في كل ولادة، وبالاعتماد على وضعية الطرفين الزوجة والزوج. أحبتي، هل تعلمون بأن هناك الكثير من الأزواج من الذين يتألمون عند رؤيتهم لأبنائهم وهم يشتكون من هذا المرض العضال، ويتأسفون لأنهم لم يحصلوا على الجرعة التثقيفية الكافية فيما يتعلق بهذا المرض؟ ولهذا لابد أن تكونوا في الموقع العملي وتبتعدوا عن العاطفة بعد الحصول على تحاليل ما قبل الزواج. ليس هذا فحسب، بل أن هناك الكثير من الأبناء من الذين نبكي لحالهم عند رؤيتنا لهم وهم يشتكون من نوبات فقر الدم المنجلي المتكررة. فلماذا تجعل من عاطفتك سبباً في ولادة أطفال يشتكون من مرض وراثي عضال مدى الحياة؟ وبالاعتماد على ما تقدم، فإننا لو التزمنا جميعاً قبل الزواج بالابتعاد عن الأوضاع التي ذكرناها في الطرفين الزوجة والزوج، فإن هذا الجين سيتنحى تدريجياً بإذنه تعالى وسيختفي مع مرور الأجيال. موفقين لكل خير، وأدعو لكم بالصحة والعافية.